ليه ناس تقولك الحب أجمل شعور في الحياة وناس تانية تقولك الحب أكبر كذبة اخترعها البشر؟ لكن إيه هو الحب فعلا؟ هل هو شعور حقيقي ولا لعبة هرمونات في المخ؟ ولو كان مجرد كيمياء ليه بيتأثر فينا بالشكل العميق ده؟ النهاردة هنفكك الحب من أول جذر بيولوجي في المخ والآخر صراع فلسفي في الكتب، ونكتشف كمان ازاي بيتحول لأداة تلاعب خطيرة. من منظور البيولوجي الحب مش حاجة جامدة، هو نتيجة تفاعل 3 مراحل في المخ. أول حاجة هرمون الرغبة، هرمون التستوستيرون والإستروجين هدفه البيولوجي التزاوج. 2 الانجذاب، الدوبامين بيخليك تحس بالنشوة كل ما تشوف أو تفكر في الشخص ده. 3 الارتباط، الإكسيتوسين خليك تحس بالأمان والرغبة في البقاء مع الشخص فترة طويلة. البيولوجي بتخليك تشتغل اوتوماتيك عشان النوع يستمر، لكن مش بالضرورة الحب ده يطول أو يكون صحي. العلماء زي هيلين فيشر قالوا المخ مبرمج بيخليك تفتكر الحب أبدا، لكنه كيميائيا ممكن يختفي عادي. هنا أفلاطون اعتبر الحب سعي للوصول للكمال، وإن الحبيب هو انعكاس لنقص داخلي. فكرة جميلة لكن تخلي الناس تبالغ في توقعاتهم. يعني مثلا بيحب واحد، الشخص ده مثلا تجاهله فترة أو عمل حاجة، يتفاجأ إن هو عمل كذا. هو بني آدم طبيعي هيغلط وطبيعي هيتغير معاك، لأن انت النهاردة غير بكرة، غير من شهر، غير بعد شهر. انت انسان وكائن متطور. شوبنهاور قال الحب خدعة. ده هيفسر ليه في بداية الحب بنكون مهووسين وبعد الارتباط بيقل الحماس. نيتشه شاف ان الحب غالبا انانية متنكرة، بنحب الشخص لانه بيكمل احساسنا بذاتنا، يعني بنشوف النقص اللي فينا في اللي قدامنا واللي معرفناش نعمله عايزين الشخص ده يعمله. لو فهمت ده هتعرف تفرق بين حب حقيقي قائم على العطاء وحب تملك. أما إيريك فروم فرق بين الحب الناضج القائم على الحرية والحب المرضي القائم على الاعتماد الزائد. فرويد قال إن الحب أساسه جنسي، لكن بيتزين بمشاعر اجتماعية وثقافية. وده خلاني أفكر في حاجة، الحب ذكر مرة واحدة بس في الدين، ذكر لما زليخة رفع حب سيدنا يوسف، وده عشان ده مظهره وشكله الجميل. فانجذابنا دايما للجنس الآخر هو انجذاب أصلا غريزي. كارل يونغ بننجذب للي يمثل ظل شخصيتنا أو الجوانب الناقصة فينا. ونظرية المثلث ليسترنبرج، الحب الحقيقي بيجمع بين الحميمة والشغف والالتزام، وأي نقص في ضلع من التلاتة بيغير نوع الحب. إزاي بيتحول الحب لتلاعب؟ الحب ناس بتستخدمه أو مشاعر الناس بتستخدمها لاستعطاف أو لأخذ أي حاجة شرعية أو غير شرعية من الشخص التاني. بعض الناس فاهمين مفاتيح الحب وبيعرفوا يستغلوها كويس، زي القصف العاطفي. هتلاقي واحد يجيلك قريب منه، تمام، وأول ما تيجي تكلمه يقوم مواجهك دايما باتهاماته. عارفين انتوا طبعا مثل تبليك واللي فيها تجيبه فيك، بالظبط كده. بيفضل يتهمك بالحاجات اللي هو بيعملها عشان يحطك في موضع دفاعي مش عارف تخرج منه. هو بالنسبة له انت تحت سيطرته. اللعب على الاحتياج، استغلال خوفك من الوحدة ومشاعرك الناقصة جواك، تفضل دايما محتاج له ومفكر ان الامان هيبقى معاه. 3 دي لعبة تقريبا تخليك تشك في نفسك وتشك في قدراتك بتهويل المواقف الصعبة اللي انت بتحكيها له. يعني مثلا بتحكي له عن مشكلة ما بينك وما بين اخوك او ما بينك وما بين صاحبك، يقولك يا انت ازاي مستحمل كل ده، الموضوع فعلا صعب عليك، ازاي بتعمل كل ده لوحدك.
يفضل يشككك في قدراتك ان انت مش عارف، عشان يخليك دايما محتاج له، دايما شاكك في نفسك ما بين 7 مليار مفكر ان هو الوحيد محور الدنيا. الاهمال المقصود، سحب الحب فجأة كنوع من انواع العقاب، بيسحب حبه واهتمامه فجأة كنوع من انواع العقاب. ودايما الموضوع ده بينجح لان نفس المواد الكيميائية اللي بتربطك عاطفيا هي نفسها اللي بتخليك اسير للتلاعب. لازم تفصل بين المشاعر والفعل، افصل بين الشخص اللي بيحبك والشخص اللي بيتلاعب بيك. شوف الافعال زي اللي بيقولوا ولا لا. راقب كويس الحب بيكبرك ولا بيستهلكك، وهل الشخص ده بيستغلك ولا لا. مراقبتك لنفسك كويس بيبين لك هل انت مستغل مستهلك ولا لا. افهم دور الحب، مشاعرك مش ثابتة لكن وعيك بيحددها كويس. الحب ممكن يكون أجمل حقيقة وأذكى كده على حسب وعيك بيه. بيولوجي بتشعل النار لكن انت اللي بتختار تطفيها أو تخليها تدفيك. المهم ما تسيبش حد يلعب بالشرارة دي ضدك، ما تسيبش حد يتلاعب بيك.